شوفوا هذا بالمترو صار عنده جلطة. طيب، وهي بتحاول تضرب على الوجه، تحاول تصحيه. طبعا صار عنده مثل اغماء او يجوز الاكسجين ما يوصل للراس. طيب، بس اريد اراويكم حاجة. طيب، خلونا نتفرج. شوفوا ايش راح تسوي. ما ادري هي صينية ولا تايلاندية ولا فيتنام. شوفوا ايش سوت. كبست، ضغطت على المنطقة اللي بين الانف والشفة. شوفوا شوفوا شوفوا، راح يرجع يستيقظ. المنطقة اللي بين الشفة والأنف قاعد. طيب، شفتوا؟ زين، الآن راح أراويكم حاجة ثانية. شوفوا هاي التغريدة، أنا من متى نشرتها؟ 8/5/2019. إلى من يهمه الأمر، هناك نقطة يعرفها المختصين بالطب الصيني، هاي اسمها أو رقمها، تقع بين الشفة العليا والأنف وهي إلى الأنف أقرب. يعني لو قلنا هذا نص المسافة بين الأنف والفم، فهي مقتربة، يعني ثلث المسافة تقريبا، مقتربة إلى الأنف. هذه النقطة إذا تم وخزها سريعا بإبرة النصف إنش، يعرفوها يا جماعة الطب الصيني، أو هي السيدة قرصتها، فإن المصاب بغيبوبة سوف يستيقظ بسبب كمية الطاقة المتدفقة للدماغ، وقد يعطس فجأة وتعود الحركات الانعكاسية. نشرتها ب2019 ورديت نشرتها ب2023. طيب، لا مانع من التجربة، هذه مفيدة جدا في حالات الغيبوبة بسبب الجلطات أو السكتات الدماغية لا سمح الله.